السلام عليكم طلبة ستة ابتدائي، أهلا وسهلا بكم يا أبطال، وحشتوني جدا. جيت لك النهاردة يا بطل في الوحدة الثانية بالدرس الأول اللي بعنوان مصر والدول المستقلة. إن شاء الله حبيب قلبي في الدرس ده هنتكلم عن مصر وإزاي مصر دخلت الإسلام والفتح الإسلامي لمصر. كمان هنتكلم عن ظهور الدول المستقلة في مصر. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتقول لنا رأيك في الكومنتات وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، هنبدأ مع بعض في الدرس ونتكلم عن الفتح الإسلامي لمصر اللي كان 21 هجريا 641 ميلاديا. وهنعرف إن القائد عمرو بن العاص طلب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الإسلامي وفي وقتها فتح مصر. قال له بعد إذنك يا سيادة الخليفة أنا بستأذنك في فتح مصر. طب إيه هي أسباب عمرو بن العاص في فتح مصر؟ قال لي أولا نشر الإسلام بها، تخليص أهلها من ظلم البيزنطيين اللي هم الروم اللي كانوا أياميها محتلين مصر وبيعاملوا المصريين معاملة وحشة جدا جدا. قال لي كمان تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهات الغرب، لأن كان سيدنا عمرو بن العاص كان أياميها فتح الشام وفلسطين، فكان عايز يأمن حدود الدولة الإسلامية من جهة الغرب. من جهة مين؟ من جهة مصر. يبقى قال لي ليه عمرو بن العاص طلب من الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بفتح مصر؟ هقول له يا باشا عشان 3 حاجات: نشر الإسلام، تخليص المصريين من ظلم البيزنطيين، قال لي كمان تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الغرب. فتعال أقول لك مراحل فتح مصر وإزاي عمرو بن العاص فتح مصر. قال لي بص، تقدم عمرو بن العاص بجيشه من فلسطين. لسه قايل لك إن سيدنا عمرو بن العاص كان فتح فلسطين في الشام وبدأ يتجه نحو مصر. عمل إيه؟ قال لي بص، فتح مدينة العريش دون مقاومة، ومن العريش توجه إلى حصن بابليون واستطاع فتحه، كان من أقوى الحصون أيامها في مصر. ثم انطلق بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية عاصمة مصر في الدولة الرومانية، وقدر إن هو يفتحها ويعمل مع الحاكم بتاعها صلح الإسكندرية. يبقى قال لي يا باشا إن عمرو بن العاص نزل الأول فتح مدينة العريش، ثم نزل على حصن بابليون حصره واستطاع ان هو يفتحه، ثم توجه الى الاسكندريه عاصمه مصر في الوقت ده، وقدر ان هو يفتحها ويوقع صلح مع المقوقس حاكم الروم في مصر، وهو كان والي مصر من قبل الامبراطوريه البيزنطيه او من قبل الامبراطوريه الرومانيه. يبقى عمرو بن العاص تحرك بجيشه نحو العريش، فتحها دون مقاومه، ثم اتجه نحو حصن بابليون واستطاع ان هو يفتح الحصن، ثم انطلق الى مدينه الاسكندريه عاصمه مصر في وقتها، ثم حاصر الاسكندريه واستطاع ان هو يفتحها، واستسلم حاكمها المقوقس ووقع معاه صلح الاسكندريه. طب تعالى بقى نبص على الخريطه بتاعت اللي انا لسه قايلها لك فوق. هو نزل من فوق من فلسطين، حلو قوي، نزل على فين؟ نزل على العريش، ثم راح الى حصن بابليون. بس في طريقه للحصن بابليون من العريش عدى على مدينه اسمها الفرمه واستطاع ان هو يفتحها، عدى على مدينه اسمها بلبيس وبرضه استطاع ان هو يفتحها، ثم توجه الى حصن بابليون، ومن حصن بابليون الى الاسكندريه عاصمه مصر في الدوله الرومانيه، واستطاع ان هو يفتحها ووقع معاها ايه؟ مع المقوقس صلح الاسكندريه. تعال بقى اقول لك مصر بعد الفتح الاسلامي. بص يا باشا، مصر أصبحت ولاية إسلامية بعد الفتح الإسلامي. مين أول ولي عليها؟ قال لي أول ولي هو عمرو بن العاص القائد الإسلامي اللي فتح مصر. عمل إيه عمرو بن العاص بما إنه أول ولي على مصر؟ عمل شوية حاجات مهمة أوي، تعال أقولهم لك، ركز معايا. بناء مدينة الفسطاط، بنى مدينة اسمها مدينة الفسطاط واتخذها عاصمة لمصر. بنى جامع عمرو بن العاص، أول جامع في أفريقيا. بنى جامع عمرو بن العاص، أول جامع في أفريقيا. يبقى بنى مدينة الفسطاط واتخذها عاصمة لمصر. بنى جامع عمرو بن العاص، أول جامع في أفريقيا. قال لي كمان أحسن معاملة الأقباط المسيحيين، حيث اداهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية. قال لهم مارس يا باشا دينتك في أي حتة، ماشي، مارس الدين بتاعك ومارس حريتك في أي حتة. قال لي يبقى بناء مدينة الفسطاط لتكون عاصمة لمصر. قال لي كمان بنى جامع عمرو بن العاص، أول جامع في أفريقيا. أعطى أو أحسن معاملة الأقباط حيث اداهم حرية ممارسة شعائرهم إيه؟ الدينية. طب بدأت تظهر بقى الدول المستقلة. بص، مصر ظلت ولاية تابعة للدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر الدولة الأموية، في عصر الخلافة العباسية حتى نهاية العصر العباسي الأول. ومع
قيام العصر العباسي الثاني اللي كان بيمتاز بالضعف والانهيار بدأت تظهر دول مستقلة في مصر. قال لي بص، استمرت مصر ولاية تابعة للخلافة الإسلامية طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية، ثم ظهرت الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني. يبقى أنا عرفت إن الدول المستقلة اللي ظهرت في مصر ظهرت في العصر العباسي الثاني. طب في عهد الخلفاء كانت مصر ولاية إسلامية، والدولة الأموية والدولة العباسية كانت مصر برضو ولاية إيه؟ إسلامية. ركز معايا يا بطل. هي ظهرت الدول المستقلة إمتى؟ قال لي مع العصر العباسي الثاني. أسباب ظهورها، طب ظهرت ليه؟ قال لي لأن الخلفاء اللي كانوا بيحكموا الدولة العباسية في الوقت ده كانوا ضعفاء. يبقى ضعف خلفاء الدولة العباسية. قال لي كمان زيادة نفوذ الولاة وطمعهم في ثورات مصر الاقتصادية، وإن الوالي اللي كان بيمسك مصر بيبقى معاه نفوذ ومعاه سلطة وبيطمع في إن هو يسيطر على خيرات مصر. وكمان بعد مصر عن مركز الخلافة اللي كان في بغداد، وإن الخليفة العباسي اللي كان بيحكم الدولة الإسلامية كان قاعد في بغداد، وبالنسبة لبغداد وبالنسبة لمصر المسافة بعيدة، فده ادى فرصة للولاة ان هم يسيطروا على مصر ويستقلوا بمصر. يبقى انا عرفت ان ظهور الدول المستقلة 3 اسباب: ضعف الخلفاء العباسيين، بعد مصر عن مركز الخلافة في بغداد، طمع الولاة وزيادة نفوذهم في السيطرة على خيرات مصر. فتعالى اقول لك بقى مين هي الدول اللي ظهرت عندي. بص يا باشا، انت عندك 5 دول ظهروا: دولة طولونية، دولة إخشيدية، دولة فاطمية، دولة أيوبية، دولة مملوكية أو المماليك. يبقى قال لي أنت عندك الدولة الطولونية رقم 1، الدولة الإخشيدية رقم 2، الدولة الفاطمية رقم 3، الدولة الأيوبية رقم 4، ودولة المماليك رقم 5. عندك 5 دول مستقلة ظهروا في مصر. تعال نبدأ كده مع بعض بالدولة الطولونية. وخد بالك إن أي دولة هقولها لك هي اسمها جاي من مؤسسها. يعني الدولة الطولونية مؤسسها أحمد ابن طولون، وهي أول الدول المستقلة ظهورا في مصر. مؤسسها أحمد ابن طولون. عمل إيه؟ بنى مدينة القطائع، اتخذها عاصمة لدولته. يبقى أحمد ابن طولون بنى مدينة القطائع واتخذها عاصمة لدولته. بنى جامع أحمد ابن طولون. ضم الشام والحجاز لحكم مصر. يبقى هو كان مسيطر على مصر في الأول وضم الشام والحجاز. يبقى الدولة الطولونية تنسب إلى أحمد ابن طولون مؤسسها. قال لي عمل إيه؟ أسس مدينة القطائع واتخذها عاصمة لمصر. رقم 2 ضم الشام والحجاز لحكم مصر. رقم 3 بناء جامع أحمد ابن طولون. قال لي وبعد كده سقطت الدولة الطولونية، ما قعدتش كتير. قال لي ليه؟ لأن بعد وفاة أحمد ابن طولون تولى ابنه خمروي الحكم، وضعفت بعد منهم الدولة. أحمد ابن طولون لما مات مسك ابنه خمروي، فضل محافظ على الدولة شوية، ولما مات ضعفت بعد كده الدولة. وضعفت الدولة بعد وفاة مين؟ خمروي ابن أحمد ابن طولون. وعادت مصر مرة أخرى للخلافة العباسية. عادت مصر مرة أخرى للخلافة العباسية. يبقى أنا عرفت إن الدولة الطولونية مؤسسها أحمد ابن طولون. عمل 3 حاجات: بنى القطائع، اتخذها عاصمة لدولته، بنى جامع أحمد ابن طولون، ضم الشام والحجاز له حكم مصر. وبعد وفاته تولى خمروي ابنه. ولما مات خمروي ضعفت الدولة وسقطت، وعادت مرة أخرى مصر للخلافة العباسية. عشان تظهر بعديها إيه؟ الدولة الإخشيدية، حيث استمرت مصر من سقوط الدولة الطولونية تابعة للخلافة العباسية. مصر بعد سقوط الدولة الطولونية فضلت تابعة للخلافة العباسية حتى تولى مين؟ محمد ابن طغج الإخشيدي، اللي نجح في ان هو يستقل بمصر عن حكم العباسيين. طب عمل ايه؟ هقول لك. بس الدولة الإخشيدية مين مؤسسها؟ لسه قايلها لك، محمد ابن طغج الإخشيدي هو مؤسس الدولة الإخشيدية. تعال بقى اقول لك اعمال محمد ابن طغج الإخشيدي. اعاد الامن والنظام في مصر. لما جه يمسك حكم مصر لقى مصر فيها فوضى، فاعاد الامن والنظام في مصر. رجع سيطرة مصر على بلاد الشام والحجاز اللي كان ضمهم في الأساس مين؟ أحمد ابن طولون. طب قال لي كمان اتخذ مدينة العسكر عاصمة له. يبقى محمد ابن طغج الإخشيدي أعاد الأمن والنظام في مصر، رجع حكم الشام والحجاز لمصر. قال لي كمان اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته. قال لي طب يعني ايه لقب إخشيدي؟ لقب إخشيدي هو لقب فارسي، يعني ملك الملوك، ملك الملوك. قال لي واستمرت الدولة الإخشيدية
بعد وفاة محمد بن طغ الإخشيدي حتى تولى مين؟ كافور الإخشيدي. تمام. وبعد وفاة كافور سقطت الدولة ايه؟ الإخشيدية. طب ليه سقطت الدولة الإخشيدية؟ قال لي لأن استولى عليها الفاطميون، والدولة الفاطمية دي كانت قامت فين؟ في المغرب، وجم سيطروا على مصر في عهد الدولة الإخشيدية وقضوا على الدولة الإخشيدية وأعلنوا قيام الدولة الفاطمية. يبقى بعد وفاة كافور الإخشيدي استولى الفاطميين على مصر وقضوا على الدولة ايه؟ الإخشيدية، عشان تقوم معايا دولة جديدة وهي الدولة الثالثة وهي الدولة الفاطمية. قال لي خد بالك الدولة الفاطمية دي تأسست في إفريقيا تونس والمغرب. يبقى تأسست فين؟ في إفريقيا تونس وبلاد المغرب. قال لي كمان حاولوا كذا مرة إن هم يضموا مصر، حاولوا اكثر من مره لضم مصر. طب ليه يا مستر؟ هم ليه حاطين مصر في دماغهم وحاولوا اكثر من مره؟ قال لي عشان خاطر اهميه موقع مصر. موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي مهم جدا. قال لي كمان قربها من الاماكن المقدسه بالحجاز، يقصد هنا مكه والمدينه، يقصد مكه وايه؟ والمدينه. يبقى قال لي ان الفاطميين حاولوا السيطره على مصر اكتر من مره. طب ليه؟ لاهميه موقع مصر وقربها من الاماكن المقدسه في بلاد الحجاز. طب مين اللي فتح مصر؟ قال لي اللي فتح مصر قائد اسمه جوهر الصقلي. نجح القائد جوهر الصقلي في الاستيلاء على مصر ليبدأ عصر دولة جديدة وهو عصر الدولة الفاطمية. ومن أهم حكامها، تعالى أقول لك، قال لي من أهم حكامها يا مستر عند المعز لدين الله الفاطمي، ده أول حاكم. تاني حاكم المستنصر بالله. طب تعالى نعرف المعز لدين الله الفاطمي عمل إيه. قال لي بص، أول خلفاء الدولة الفاطمية أهم أعماله نقل عاصمة الدولة الفاطمية للقاهرة اللي بناها جوهر الصقلي عشان تكون عاصمة مصر في عصر الدولة الفاطمية. في عصر الدولة ايه؟ الفاطمية. يبقى بنى او نقل العاصمة الى القاهرة عشان تكون مركز او عاصمة للدولة الفاطمية. قال لي كمان امر ببناء الجامع الازهر وضم الشام والحجاز للدولة ايه؟ الفاطمية. يبقى انت خدت بالك ان في الدولة التورونية والدولة الاخشيدية والدولة الفاطمية بنضم الشام والحجاز لمين؟ للدولة اللي عندنا. يبقى نقل العاصمة الى القاهرة، قال لي امر ببناء جامع الازهر الشريف، قال لي ضم بلاد الشام والحجاز للدولة الفاطمية. اما المستنصر فوصل نفوذه لبغداد، قدر ان هو يستولى على مناطق حتى وصل الى بغداد. وحدثت في عهده الشده المستنصريه، ودي كانت نقص مياه النيل وحدوث مجاعه في مصر، والتي كانت من اهم عوامل سقوط الدوله ايه؟ الفاطميه. ان في عهد المستنصر بالله ده حصلت مجاعه ونقص مياه نهر النيل، ودي كانت من اهم عوامل سقوط الدوله ايه؟ الفاطميه. طب تعال نعرف سقوط الدوله الفاطميه اسبابها حدوث الشده اللي انا لسه قايل لك عليها المستنصريه. قال لي كمان ان اللي جاء بعد المستنصر بالله خلفاء ضعفاء وزاد في عهده نفوذ الوزراء. يبقى قال لي ان اللي بعد المستنصر بالله الخليفه الفاطمي اللي جه بعد منه او ايا كان الخليفه اللي جه كان ضعيف، فده زود من نفوذ الوزراء، مما ادى للقضاء على الدوله ايه؟ الفاطميه على يد صلاح الدين الايوبي اللي هيعلن بعدها قيام الدوله الايوبيه، ودي الدولة الرابعة. يبقى احنا عرفنا عوامل او اسباب سقوط الدولة الفاطمية. هقول له حدوث الشدة المستنصرية. بعد جاء والخلفاء اللي يجون بعد المستنصر بالله كانوا خلفاء ضعفاء، وده ادى لزيادة نفوذ مين؟ الوزراء، مما ادى للقضاء على الدولة الفاطمية على يد مين؟ صلاح الدين الايوبي، واعلن قيام الدولة الايوبية. طب تعالى اقول لك الدولة الايوبية مين مؤسسها؟ جايه من اسمه صلاح الدين الايوبي. يبقى صلاح الدين الايوبي هو مؤسس الدوله الايوبيه. طب مين مؤسس الدوله الفاطميه؟ راجع مع بعض كده. قال لي مؤسس الدوله الفاطميه المعز لدين الله الفاطمي. طب مين مؤسس الدوله الاخشيديه؟ محمد ابن طغي الاخشيدي. طب مين مؤسس الدوله التورونيه؟ احمد ابن طولون. طب نرجع بقى للدوله الايوبيه ومؤسسها هو صلاح الدين الايوبي. وتصدت الدولة الأيوبية لخطر كبير قوي كان بيهدد الإسلام، وهو خطر الحملات الصليبية. قال لي كمان امتد نفوذ الدولة الأيوبية للشام والحجاز. يبقى تصدوا للحملات الصليبية ضموا الشام والحجاز. أهم حكامها صلاح الدين الأيوبي الملك العادل الصالح نجم الدين أيوب. عندي 3 حكام: صلاح الدين الأيوبي الملك العادل والصالح نجم الدين أيوب. قال لي يا باشا عشان خاطر بعد كده تسقط الدولة الأيوبية وتطلع عندنا دولة جديدة اسمها دولة المماليك. قال لي وتولى المماليك حكم مصر عقب وفاة آخر سلطان أيوبي اللي هو توران شاه.
ويعد عز الدين ايبك هو اول سلاطين المماليك. طب انت يا مستر عمال تقول لي مماليك مماليك مماليك، هم مين المماليك؟ قال لي المماليك هم مجموعه من الغلمان الاطفال الصغيرين اشتراهم مين؟ الايوبيين، الدوله الايوبيه، وكمان تم تدريبهم على فنون الحرب والقتال. يبقى المماليك هم مجموعة من الغلمان الصغيرين الأطفال اللي اشتراهم الأيوبيين ودربوهم على فنون الحرب والقتال. طب مين أول سلطان في المماليك؟ قال لي عز الدين أيبك. وقد ساهم المماليك في تصفية الوجود الصليبي اللي كان قضى عليه أو اللي كان تصدى ليه الدولة الأيوبية، برضه استمر في عهد دولة المماليك وتصدى ليه المماليك، كما تصدوا الخطر عظيم قوي هو خطر المغول واللي بنقول عليهم التتار، وكان خطر بيهدد الدولة الإسلامية وكان هيقضي على العالم الإسلامي. طب مين هم أشهر سلاطين المماليك؟ قال لي سيف الدين قطز والظاهر بيبرز والناصر محمد ابن قلاوان. يبقى عندي سيف الدين قطز، الظاهر بيبرز، الناصر محمد ابن قلاوان. قال لي وبعديها تسقط الدولة المماليك. طب تسقط ليه يا مستر؟ قال لي استمرت دولة المماليك حتى نجح العثمانيين في الاستيلاء على مصر 1517. يبقى اللي قضى على الدولة الطولونية الخلافة العباسية، واللي قضى على الدولة الإخشيدية الدولة الفاطمية، واللي قضى على الدولة الفاطمية الدولة الأيوبية، وقامت بعدها دولة المماليك وسقطت على يد مين؟ على يد العثمانيين 1517. وبكده حبيب قلبي كنا وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى تكون استفدت. ان شاء الله اشوفك في فيديوهات شرح كتير جايه. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعه تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام، وتقول لنا رايك في الكومنتات. سلام.